عدد من المحامين نظموا وقفة احتجاجية في مقر النقابة العامة، وطالبوا فيها بالإفراج عن زمايلهم المحبوسين في وقعة الاعتداء على مدير نيابة طنطا، اللي هم طبعا إيهاب سعيد الدين ومصطفى فتوح. اتحكم عليهم بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وما زلنا في انتظار الاستئناف. الاثنين المحامين وجهوا النهارده من مقر الحبس جوابين. أولا السيد النائب العام بيطالبوا فيه بوقف تنفيذ الحكم، الثاني لنقيب المحامين الأستاذ حمدي خليفة بيطلبوا منه أنه يتولى التفاوض باسمهم لحل هذه الأزمة. نقيب المحامين أعلن النهاردة استمرار الإضراب، ده بعد انتهاء لقائه مع المستشار عبد المجيد محمود النائب العام. أما الأستاذ منتصر الزيات فدعا المحامين لتنظيم مسيرة بالأرواب السوداء من النقابة وإلى قصر عابدين لمطالبة الرئيس بالتدخل في حل هذه الأزمة. منتصر الزيات قال كمان في كلمته النهارده في المؤتمر اللي تم عقده في النقابه انه آن الاوان لكي تخلو جداول نقابه المحامين، وجدول النقابه ليس مستودع له. من ناحيه ثانيه مجلس القضاء الاعلى، وهذا الجانب الاخر برئاسه طبعا المستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمه النقض، اصدر النهارده بيان وصف فيه الاحداث التي تحدث حاليا ما بين القضاة والمحامين بالفتنه المؤسفه. رئيس مجلس القضاء الأعلى أكد في البيان أنه سيقف بجانب كل أعضاء القضاة ضد ما أسماه بأعمال الإرهاب والترويع والتخويف، وقال أنه الأعمال دي تضع مرتكبيها تحت طائلة القانون وتمنع العدالة من مزاولة رسالتها. احنا معانا دلوقتي على التليفون المستشار أشرف زهران عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر. برحب بحضرتك معانا. اهلا استاذ شريف. اهلا بيك يا سيادة المستشار. سعادتك يا فندم. عايزين نفهم دلوقتي أنهي كفة راجحة، كفة التصعيد الممثلة في البلاغات المتبادلة ولا كفة التسوية المتمثلة في اللقاءات اللي بتحصل دلوقتي؟ اولا استاذ شريف، بستاذن سعادتك بداية. اتفضل يا فندم. هو لا حديث عن كفة ترجح كفة اخرى، ذلك اننا لا نتحدث الان في هذا الموضوع الا بالقانون. تمام. نحن بصدد حكم قضائي لا يقبل التفاوض حوله من اي جهة من الجهات. مجال الطعن عليه كما قلت سلفا هو المحكمة. يا ريت لو حضرتك توطي التلفزيون وتواصل الكلام. اتفضل يا فندم. بعيد تاني الكلام سعادتك. نحن بصدد حكم قضائي لا يجوز الطعن عليه الا امام المحكمة، ومن ثم فلا مجال للتفاوض. التفاوض معناه اننا نهدر حجية الاحكام القضائية، ومن ثم فيستطيع اصحاب الشأن في هذه الدعوة والاستئناف مطروح يوم 20/6 ان شاء الله ان يقولوا ما عن لهم ان يقولوا. اما نحن فلا تفاوض لنا في هذا الشأن ولا رأي لنا، لاننا لسنا في خلاف او خلف مع احد. فالسلطة القضائية وهي السلطة الثالثة في الدولة والمنصوص عليها في الدستور في الفصل الخامس من الباب الرابع من الدستور لا تتفاوض لأنها ليست ندا لأحد. طب على أي أساس بيتم هذه الاجتماعات، سلسلة الاجتماعات اللي شفناها بداية من مجلس الشعب المصري ومحاولة دخول الدكتور فتحي سرور على الخط؟ هل كل الاجتماعات دي بعيدا عن الموضوع؟ سعادتك لا ننكر أن هناك بعض محاولات التدخل، ولكننا نقول ردا واحدا: لا حديث إلا بالقانون. من أخطأ يعاقب قانونا. هناك حكم منظور أمام القضاء، فعلى ما نتفاوض. وقد تفهم السادة المسؤولون المتدخلون هذا الأمر وكلهم رجال قانون وسدنة عدالة، وقالوا لا حديث إلا بالقانون. يعني بالتالي حضرتك بتقول لي ان كل الاجتماعات اللي تمت حضراتكم كنتوا مصرين فيها على نفس الموقف، موقف واحد ما اتغيرش. احنا سعادتك موقفنا لا يتغير لسبب واحد يا استاذ شريف زي ما قلت لك. مفهوم. احنا لا نتفاوض حول حكم، لا يملك انسان في مصر ان يتفاوض حول حكم قضائي. الحكم يلغى بحكم ولا يلغى بالتفاوض، ليست معاهدة ولا اتفاقية ولا خلاف بين اشخاص. هذا حكم قضائي قائم ومنتج لآثاره ومطعون عليه، ومن شأن الحديث بشأنه التأثير على المحكمة. المستشار أشرف زهران، احنا بنشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. الأمور بتختلف من ساعة لأخرى طبعا. يبدو حتى هذه اللحظة أنه
المسار القانوني وحده هو الذي سيحدد ذلك، بغض النظر عن الاجتماعات اللي تابعنا حضراتكم مع حضراتكم امبارح كل تفاصيلها، امبارح واول امبارح كل تفاصيلها. احنا معانا دلوقتي المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادي القضاة. برحب بحضرتك معانا يا سياده المستشار. مش عارف اذا كان سامعني ولا لا. الو؟ التليفون مش جاهز، هنحاول نوصل لمرة تانية لسيادة المستشار محمود الشريف. زي ما قلت لحضراتكم انه بغض النظر عن كل الاجتماعات اللي دارت على مدى 48 ساعة اللي فاتوا، هو في شيء ما حدث في لحظة في الأوقات الأخيرة يمكن سيادة المستشار يقدر يقول لي عليه. المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادي القضاة، برحب بحضرتك معانا يا سيادة المستشار. الو؟ الو؟ سيادة المستشار محمود الشريف، برحب بحضرتك معانا في الحلقة اليوم. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اولا خليني اسال بس عن اجتماع نادي القضاء امبارح بالليل. ايوه. ايه اللي تم في هذا الاجتماع؟ لا، اجتماع نادي القضاء امبارح بالليل كان في تسيير اعمال النادي، ففي جدول اعمال وفي مواضيع كثيره تناولها النادي، تناولها الاجتماع بخصوص تعديل المكتب التنفيذي للنادي وبخصوص لكن لم يتطرق باي حال من الاحوال للازمه الحاليه؟ الازمه الحاليه هو مفيش بالنسبه للازمه الحاليه. نادي القضاء كان موقفه واضح من اول لحظه، وفي بيان اصدر نادي القضاء اصدره المستشار احمد الزند من اول لحظه، وقال في موقف نادي القضاء ان احنا كلنا واقفين وقفه واحده مع اخواننا القضاء جميعا، ولا نرضى باي اعمال خارجه يعاقب عليها القانون، رغم ان المحامين والمحاماه كلنا نقدر مهنه المحاماه، ودول كلنا نستقي من معين واحد، كلنا زملاء. ولكن ما حدث اخيرا كحادثه فرديه ما بين محامي والنيابه قالت الى المحكمه، والمحكمه هتقول كلمتها فيها. لنا موقف واضح كنادي القضاء صدر في بيان اننا ندافع عن هيبه القضاء، ندافع عن رجال القضاء، وما حدث آل الى المحكمه تقول كلمتها فيه. سيادة المستشار، كان في عدد من الاقتراحات من 48 ساعة تحديدا من أحد شيوخ مهنة المحاماة، طبعا الأستاذ بهاء أبو شقة، لما كان بيدعو أو عنده مبادرة أنه يبقى فيه اجتماع ما بين شيوخ أهل مهنة المحاماة وشيوخ القضاء وحضور وزير العدل لمحاولة تسوية الأمر. هل هذا الموضوع لم يتم طرحه أو لم تتم مناقشته؟ لا لم تتم مناقشه الموضوع ده، ما كانش مطرح يعني. وحضراتكم ما عندكوش استعداد ان انتوا تبحثوا في هذا الاقتراح؟ يا سيدي اتفضل. انا عايز اقول لحضرتك، يمكن انا من شويه لسه سامع زميلنا اشرف بيه زهران ان القضاء كسلطه وان المحاماه كمهنه، ولا في اي حساسيه ما بين السلطه القضائيه ومهنه المحاماه، ولا احنا ندي لحد ولا حد ندي لنا، وبالتالي احنا نسير اعمالنا لتحقيق العداله. مهنه المحاماه والمحامين مع احترامنا لهم هم جزء من هذه المنظومه، ولا خصومه لنا مع احد. المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادي القضاة، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. احنا بينضم لنا دلوقتي الاستاذ بهاء ابو شقة، طبعا احد كبار واساتذه مهنه هذه المهنه في مصر، مهنه المحاماه. استاذ بهاء، برحب بحضرتك معانا. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. يعني عايز اسال حضرتك دلوقتي على تقديرك للموقف. من 24 ساعه كنا بنتكلم عن عدد كبير من الجلسات ومحاولات التهدئه، والنهارده بنتابع تصعيد في البلاغات المتبادله. ايه اللي حصل؟ هو المقصود بالتهدئه يعني زي ما كان رايي اللي نشرته في او ابديته في كثير من المحطات حيث سئلت في هذا الخصوص، ايوه، ان المساله تقتضي هدنه بين الطرفين، لان احنا دلوقتي دخلنا في مرحله وظاهره غير مسبوقه، وليست في مصلحه العداله ان نرى صراعا واقعا وفعليا بين السلطه القضائيه ورجال القضاء وبين المحامين، والاثنين ضلعين مهمين، ولا تستقيم العداله الا ان نكون امام ود وتفاهم وموائمه كامله بين الطرفين. هذه الظاهره غير مسبوقه، لم تكن وليده هذا الحدث اللي حصل فحسب، وانما هي وليده اخطاء متبادله ومتكرره يوميا، وكي نصل الى نتيجه مشرفه
وتحول دون حدوث مثل هذه الظاهرة أو هذا الحدث المؤسف، لابد أن نكون أمام جلسة أو جلسة باللغة العربية تجمع بين شيوخ المحامين وشيوخ رجال القضاء، والجميع يجتمعوا بهدف، ومن أجل هدف واحد. طب ازاي ده هيتم حضرتك